غير ان هو باحث وهيورينا النهارده شغل له علاقه بالماجستير. الباشمهندس احمد او الاستاذ احمد يعني من اول ما بيت المعمار فتح هو موجود هنا، سواء في شغل مشترك، سواء في استضافه للاطفال في ورش ليها علاقه بالرسم، سواء كان بيجي كضيف في الندوات، سواء كان بيساعد في حاجات كتيره جدا في البرنامج اللي هو انسان دينامو. فيعني هو واحد من الاحجار بتاعت بيت المعمار، ويعني هو شرف لينا ان هو يكون معانا النهارده، واحنا بنحييه انه برغم شغله كتير، وهو على فكره موسوعي الثقافه، يعني بيتكلم في كذا سكه، وكل المحاور اللي بيتكلم فيها يعني عليم بيها، يعني بيذاكر كويس جدا ويبحث كويس جدا، وله اراء سواء في فلسفه تلاقي، فن تلاقي، تخاطب تلاقي، تاريخ تلاقي يعني. واحنا مفتقدينه جدا هنا ومفتقدين انشطته الجميله، ونتمنى انه النهارده برضه نفضل نتعلم ونستفيد منه، ونتمنى بقى انه يرجع لبيت المعمار سالما غانما ونستمتع باضافاته سواء اذا كانت الثقافيه او الفنيه. السلام عليكم. انا مش هطول. سيدي احنا عايزين ايه؟ لا بالعكس، هو الموضوع حابب الديبيت اكتر، عايز المناقشه. اعرف بس نفسي احمد علي، ليسانس اداب قسم اثار من 2003. اشتغلت في القريه التاريخيه من 3 لغايه 7، وبعدين نظمت دوريه تعليم عالي، دلوقتي منسق ثقافي، منسق انشطه ثقافيه، انشطه طلابيه في وزاره التعليم العالي برضه. بدأت في ماجستير كانت تجربة قديمة شوية من 2010، لسه ما كملتش، كان دي وظيفة الدكتور بتاعي يعني. بعدين كانت برضه عن العنف في مصر القديمة، بس كان على عصر يوناني روماني، كانت من خلال البردي. بس أقدار بقى عملتها من أول جديد 2018، ومخلصها لسه الشهر اللي فات 31 مارس. العنف في مصر القديمة دي كانت الأطروحة بتاعت الماجستير نفسها. النهارده هتكلم على مش العنف، هتكلم على الايجيبتوفوبيا. طبعا المصطلح ممكن يكون جديد او غريب على بعضنا. الايجيبتوفوبيا مشهور الايجيبتومانيا اكتر، اللي هو الهوس بالمصريات او حب المصريات الشديد يعني. انما ايجيبتوفوبيا احنا نسمع اسلاموفوبيا، كريستوفوبيا، مرتبط بالاديان شويه. انما الايجيبتوفوبيا في حد ممكن يكره مصر او حد يخاف من مصر، فالندوه النهارده هتكون ده موضوع. المصطلح عدى عليا في كتاب ليوسف ادريس اسمه شاهد عصري، كان بيتكلم في فتره كده عن ان الاستعمار الاجنبي بيخاف من عبد الناصر ويخاف من مصر، فبيقول ان الاستعمار، او هو بيقول ان الاجانب لسه عندهم او الغرب عنده ايجيبتوفوبيا وناصروفوبيا، مستخدم المصطلح بتاع ناصروفوبيا. هنعرف النهارده ايجيبتوفوبيا. طب هل هي، انا عايز ابتدي بالاسئله الاول، يعني ممكن هل في حد فينا عنده تخيل مش حلو عن مصر القديمه؟ كان في اللي بيقولوا انه اللي اتبنى بالصخره واللي اتبنى والاله الملك كان بيستعبدوا الناس ويسخروهم. بياخدوا بنات للملوك مثلا. حد عنده حاجه ثانيه؟ هم مش موحدين وبيعبدوا الشمس وبيعبدوا كده. في الديانه مثلا هم كفار وثنيين وكذا. طب في الحياه والتشيوع بقى الحاجات ريليتد بالحياه العامه قديمه في في مصر القديمه ازاي؟ حد هو انا فوجئت بحاجه، يعني كنت حتى عاملاها ستيتس على الفيسبوك، قعدت مع متخصصين في المجالات وفاجئ ان هم الحضاره المصريه بالنسبه لي، يعني قعدت مع حد مستشار قانوني يعني، فيفاجئ ان لما بصينا في الرساله فيقول لي ايه ده، هو كان عندهم قانون جنايات؟ يعني انا ممكن اندهش، انا راجل بتاع اثار اكتشفت ده في الدراسه، انما هو بتاع تاريخ قانون، يعني هو عدى عليه تاريخ قانون وكذا. وبعدين عندهم قانون عقوبات، عندهم قانون جنايات، قانون عقوبات، وبعدين بيتجدد مع الفراعنه، يعني مش قانون واحد مثلا. احنا
عندنا سكيل 3000 سنه، مش 300 قبل الميلاد، وقبليهم مثلا ممكن نقول في 10 او 20 كمان اللي عصور من قبل التاريخ، لغايه 30 قبل الميلاد كليوباترا، وبعدين دخول الرومان، وبعدين لغايه العصور الوسطى كلها. التأثير المصري القديم موجود لغايه لغايه العصور الوسطى، لغايه ما الرومان بينتهوا، ويكاد يكون بعد الرومان كمان ما بينتهوا في العصور الوسطى نفسها. انا جايب النهارده مجموعه نصوص اصليه، حكايات، قوانين، جرائم. هنشوف الناس دي كانت عايشه ازاي. عملت عملت الصعب قوي، يعني لما عملت المحاور دكتوره هبه ربنا يبارك لها كانت دعم، فلما عملت المحاور طلع مني حوالي 60 صفحه. فوجئت ان البحث يعني الموضوع طلع، انا قلت هيخلص في 10 15 صفحه، جبت فوق، فوجئت ان هو عامل 60 صفحه وعلى 5 محاور بس. 5 محاور. انا بقى يعني لفت نظري لما كنا بنعمل الايفنت موضوع التعدي على المباني. ده اللي هو ايه ده، الله، ده مهم جدا، ويمكن يكون بيلمس في حاجه احنا عايشينها دلوقتي، او بيلمس في حاجات، بيلمس في حاجات. طبيعي عشان جاي بيت المعمار فكنت لازم ادور على حاجه في العماره. فلما نيجي نبص عندهم، هم كانوا بيتعاملوا اصلا مع فكره الكون ازاي. المصري القديم اصلا بيعتبر نفسه ان هو عنصر من ضمن عناصر هذا الكون. هذا العنصر شايف ان هو مقدس، هو شايف نفسه مقدس، والملك شايفه مقدس، وهو شايف الملك مقدس. طب ازاي الموضوع ده؟ ممكن ابص على البرديه بتاعت الملك خوفو. بيسموها قصة الملك خوفو والصحراء. في آراء بتقول إن هي دي بردية أو دي قصة مختلطة عشان يقولوا عليه إن هو ملوك الشمس اللي هم الأسرة الخمسة تبتدي تقدر تحكم من خلال شرعية، فحطوا القصة دي على لسان الملك خوفو وولاده. في آراء تانية بتقول لأ، القصة تكاد تكون أحداثها حقيقية، حتى برغم إن ده المعجزات اللي هي بتحصل فيها أو حاجات اللي إحنا بنمر عليها سحر. هنشوف ده سحر، ده علم، هنشوف احنا شايفين. القصة عبارة عن بردية. البردية المفقود الأول بتاعها والبداية بتاعتها والآخر بتاعها، فاتبقى لنا شوية قصص منها. فأنا عارض منها بعض القطع، أتمنى ما أكونش أطيل عليكم، بس هي ممتعة. نهض خفرع أمام الملك وأخذ يتحدث أمامه، بيقول له يعني من جلالتك أحكي لك على آخر المعجزات اللي حصلت في عهد والدك الملك نبقى. وقال أود أن أحكي لجلالتك المعجزة الأخرى تلك، أو المفروض دي القصة الثانية، فالقصة الأولى مختصرة. أن أحكي لك أو لجلالتك المعجزة الأخرى تلك التي حدثت في عهد والدك ملك مصر العليا والسفلى نبقى المبرر، عندما أخذ سبيله إلى معبد بتاح الإله بتاح رب عن خطاوي. حينئذ عندما ذهب جلالته قام باستدعاء رئيس المرتلين ويبا وينر. وكانت زوجة رئيس المرتلين ويبا وينر تهيم عشقا برجل من المدينة، وطلبت أن يحضر لها صندوقا مليئا بالملابس. وعاد رجل المدينة مع الخادمة. خلال عدة أيام كانت هناك مقصورة في ضيعة ويبا وينر. قال رجل المدينة إلى زوجته ويبا وينر: هل يوجد في منزلك مقصورة؟ تعالي لنقضي وقتا فيها. المقصورة اللي هو زي البرجولة كده في الجنينة.
ثم قالت زوجة ويبا وينر إلى الجنايني: اجعل المقصورة جاهزة. وقضت اليوم هنالك وهي تشرب مع رجل المدينة. عندما حل الظلام ذهب إلى البحيرة الرجل مع الخادمة، وحين أشرق النهار في اليوم التالي أخبر الجنايني سيده ويبا وينر بهذا الأمر. أعطاه ويبا وينر شيئا ليضعه في الماء، ثم أوقد النار، ثم قال له: أحضر لي صندوقي المصنوع من الأبانوس والإلكترون. وصنع تمساحا من الشمع طوله 7 أصابع. قرأ على التمساح عدة تلاوات سحرية، وقال: إذا جاء أي شخص ليستحم في بحيرتي فلتذهب لتلتهمه من فوره. ثم أعطى التمساح إلى الجنايني وقال له بعد أن ينزل رجل المدينة إلى البحيرة كعادته كل يوم: سوف تلقي التمساح خلفه. حينئذ انطلق الرجل الجنايني وأخذ التمساح المصنوع من الشمع. وحينئذ أرسلت زوجة ويبا وينر إلى الجنايني الذي كان مسؤولا عن الحديقة وتسأله: اجعل المقصورة التي في الحديقة تكون مجهزة لأني سوف آتي للإقامة بها. حينها جهزت المقصورة بكل شيء جيد، وانطلقت الزوجة والخادمة معها، وقضت كل منهما يوما سعيدا مع رجل المدينة. بعد أن هبط الليل عاد رجل المدينة كما كانت عادته اليومية، فألقى الجنايني بالتمساح المصنوع من الشمع خلفه في الماء. تحول فجأة التمساح وأصبح طوله 7 أذرع، وانقض على رجل المدينة ليلتين. مكث ويبا وينر مع جلالته ملك مصر العليا والسفلى نبقى المبرأ 7 أيام، وظل رجل المدينة خلالها بأكملها في البحيرة بدون تنفس. بعد أن حل اليوم السابع جاء جلالته ملك مصر العليا والسفلى، ووضع كبير المرتلين ويبا وينر نفسه في حضرته، وقال: فلتأتي جلالتك وترى المعجزة التي حدثت في عهد جلالتك. فذهب جلالته مع ويبا وينر ونادى على التمساح وقال: أعد لي رجل المدينة. حينئذ خرج التمساح من الماء، فقال كبير المرتلين: اظهر للعيان. فظهر التمساح للعيان، وقال جلالته ملك مصر العليا والسفلى: هذا تمساح مخيف حقا. لكن ويبا وينر انحنى إلى أسفل فأمسك التمساح، فتحول مرة أخرى تمساح شمع فيه. وتحدث كبير المرتلين إلى جلالة ملك مصر العليا والسفلى حول هذا الفعل الفاحش الذي قام به الرجل مع زوجته. فقال جلالته للتمساح، الملك بيكلم التمساح: خذ ما يخصك لك. حينئذ غاص التمساح إلى أعماق البحيرة، ولا يعرف أحد المكان الذي ذهب إليه معه. أمر جلالته ملك مصر العليا والسفلى نبقى المبرأ بأن تؤخذ زوجة ويبا وينر إلى موقع في شمال العاصمة وأن تشعل فيها النيران. حينئذ وقد حدثت هذه المعجزة في عهد والدك ملك مصر العليا والسفلى، هي معجزة قام بها كبير المرتلين ويبا وينر. وأمر جلالته ملك مصر العليا والسفلى الملك خوفو بأن يقدم هناك إلى ملك مصر العليا والسفلى نبقى 1000 رغيف من الخبز، 100 أبريق من الجعة، وثور وقمعان مخلوطان من البخور. والزم أن تقدم هنالك لكبير المرتلين ويبا وينر كعكة كبيرة، وإبريق واحد من الجعة، وقطعة كبيرة من اللحم، وقمع من البخور، لأنني رأيت مثالا لمهارته، وقد تم ذلك حسب كل ما أمر جلالته. متخيلين احنا قدام نص من كام ألف سنة مكتوب بالبراعة دي، وبيحكي، وفي دايركت وإندايركت سبيتش، وبينقل والشخصيات والزمن والأبطال. اللي شد بس انتباهي حاجة، الشياكة اللي بيتكلم بيها خوفو مع أولاده، واللي بيتكلم بيها الملك نبقى اللي هو المفروض خوفو يعتبر زي حفيد، بيتكلم بيها مع ويبا وينر. واللطف اللي بيتكلموا بيه مع الطبيعة، الناس دي بتتفاعل مع التمساح، بتتفاعل مع والجنايني، يعني مش مثلا مش بيوجه بقى، في مفيش سلطوية في الكلام أو في نوع من التعاون. هنشوف ده أكتر في القصة الجاية. الحاجات دي مكتوبة على الراديات واتفكت ولا ده برد في نسخ. ده بنرد بيه على أول فوبيا. ده بنرد بيه على أول فوبيا، إن الفرعون مستعبد وكذا، وخوفه بالذات طلع عليه مشكلة إن هو بيستعبد وبنى الهرم بالسخرة وكذا، والكلام ده طبعا. الحكاية الثالثة، المعجزة التي حدثت في عهد الملك سنفر. نهض الأمير باو إفراع، هم كانوا 3 ولاد خوف،
وجد افراع وباو افراع وخفرع اللي هم موجودين في القصه معانا يعني. المفروض دول امراء ومهيئين او في سلك ان هم خلاص دول نقول عليه اللي هم خلفاء او اولياء عهد هيسند لهم الامر بعد كده. فهنشوف برضو الراجل ده بيتكلم ازاي. نهض الامير باو افراع وقال: دعني اتلو على مسامع جلالتك معجزه حدثت في عهد وليدك الملك سنفرو المبارك، وهي واحده قام بعملها رئيس المرتلين جا إمعنخ، لم يحدث من قبل ان وقع مثلها. كان جلالته يبحث في كل حجرات القصر ليعثر لنفسه على بعض اللهو والتسليه، ده سنفرو يعني. وقال: أسرع وأحضر لي رئيس المرتلين والكاتب جا إمعنخ، لقد أحضر له في الحال ولقد أحضر له في الحال. وقال جلالته: لقد تجولت في جنبات حجرات القصر لأبحث لنفسي عن أمر ما ينعشني، ولكن لم أوفق في العثور على أي شيء. حينئذ قال جا إمعنخ لجلالته: دع جلالتك يأخذ سبيله إلى بحيرة القصر، وجهز لنفسك قاربا به كل الجميلات التي في بلاط قصرك، وسوف ينتعش قلبك عند رؤية تجدي فيهن عندما يجدفن إلى أعلى وأسفل. حينها يمكنك أن ترى أحواض السمك الجميلة الخاصة في بحيرتك، ويمكنك أن ترى حقولها الجميلة حولها، وسوف ينتعش قلبك. حينها قال جلالته: سوف أكون حقا مهيأ لنزهتي، فليحضروا لي هناك 20 مجدافا مصنوعة من خشب الأبانوس وموشاة بالذهب بأطراف من خشب الصندل وموشاة بالإلكترون، معدن الإلكترون مهم نعرف الكلام. وليحضروا لي هناك 20 فتاة أجملهن في القد، صدورهن ناهدات وشعورهن مندولة، عذراوات لم يمسسهن بشر. الناس دي كانت عايشة في الجنة. وليحضروا لي 20 فستانا من الشبك، وأعطيها لهؤلاء الفتيات عندما يخلعن ثيابهن، ثم أن يتم تنفيذ ما أمر به جلالته. وقد جدفنا إلى أعلى وأسفل، وكان قلب جلالته مسرورا عند رؤية تجديفهم. حينئذ قامت إحدى كبيرات المجدفات بتمشيط جدائلها، فسقطت في الماء حلية على هيئة سمكة مصنوعة من حجر الفاروز، فأصبحت صامتة وتوقفت عن التجديف، وأصبح جانب القارب الموجودة بها ساكنة ولم تعد تجدف. حينئذ قال لها جلالته: لماذا لا تجدفين؟ الملك سنفرو بيكلم البنت الخدامة عبدة whatever اللي احنا هنسميها واحنا متخيلينها، بيقول لها: لماذا لا تجدفين؟ قالت: لقد سقطت في الماء حلية على هيئة سمكة من الفاروز الجليد. فقال جلالته لها: هل ترغبين في واحدة مثلها بدلا منها؟ فقالت: أنا أفضل حليتي عن أخرى تشبهها، بتدلع عنها. قال جلالته: فلتحضروا كبير المرتلين جا إمعنخ، وقد أحضر في الحال. قال جلالته: يا جا إمعنخ يا أخي، لقد صنعت كما قلت لي، وكان قلب جلالتي تعشا لرؤيتي تجديفهم، ولكن حلية على هيئة سمكة مصنوعة من حجر الفاروز الجديد تخص إحدى القائدات سقطت في الماء، فسكتت ولم تعد تجدف، ولقد حدث أن أفسدت ناحيتها من المركب. طبعا لما وقفت فالمركب بتتعوج ما بتتحركش في حركة جزء، ما بتتحركش جزء. فقلت لها: لماذا توقفت عن التجديف؟ فقالت لي: إنها حلية على هيئة سمكة من الفاروز الجديد هي التي سقطت في الماء. فقلت لها: جدفي وسوف أعوضك عنها. فقالت لي: أنا أفضل حليتي عن أخرى تشبهها. عندئذ أخذ رئيس المرتلين جا إمعنخ في تلاوة كلماته السحرية، فوضع جانبا من مياه البحيرة فوق الأخرى، فوجد الحلية التي على شكل السمكة قابعة فوق كسرة من الفخار في قاع البحيرة. عندئذ أخذها وأعطاها لصاحبتها، وكان عمق الماء 12 ذراعا فارتفع إلى 24. فعمق البحيرة 12، ولما رفع البحيرة الجزء الثاني 12 فبقى 24 ذراع. معلش، هو رفعها يعني زي ما بنعمل في الهويس ولا؟ زي ما موسى بالظبط، موسى وفرعون. فكرة شق. يبدو إن في تكنولوجيا. هويس. يبدو إن في تكنولوجيا يعني ما نستبعدش. او في خيال، أو في خيال أدب. بس
العلم بيعمل حاجات، احنا في حاجات بتحصل. يعني هنختلف في التكنولوجيا ممكن. لا بس احنا معانا حاضرين موضوع الهويس لحد النهارده وبقى اكتر من هويس، فممكن مثلا هم بيسموا العلم معجزه، يعني هم نلاقي دايما بيكرروا فكره ان هو دايما يتكلم عن حاجه ان هي معجزه. هو في صوت بيطلع سماعات. طب ما هو لو علم يبقى المفروض يتورث ويبقى موجود عندنا، لكن ده مش موجود. مين قال ان هو لازم يوصل؟ هو في حاجه اتقطعت بين الممثل القديم ايه بقى اللي اتقطع؟ يعني ليه مفيش التسلسل بتاع السنه اللي انا جاي النهارده نشوف اللي اتقطع. بجد هو يعني مثلا زي ما وهل فكره مثلا ان هم بيقولوا ان في تواصل اللي هي علم الحرب وعلم السرياني اللي هو بتاع المصري القديم، هل ده فعلا؟ اوت اوف ذا وليه اصلا الخرافه ده بيبقى خرافه؟ يعني ليه بيتقال ان هو علم او معجزه مش خرافه يعني كده؟ يعني هو حتى لغايه دلوقتي بيتقال ان في ده ان هو دي كلها اسحار ومش عارف ايه. طب هي فعلا ايه اللي يفرق بين ان ده سحر وان ده علم؟ يعني ايه المرجعيه وايه الستاندرد اللي تقول ان ده سحر اللي خلى البحر يتعمل كده، او ان هو علم؟ وحاجه تقول تكنولوجيا، طب يعني ازاي تكنولوجيا؟ وازاي التكنولوجيا كانت قديمه؟ لغايه دلوقتي بجد بتتسابق. يعني هو ممكن يكون في مثلا تكنولوجيا رجعت تاني وما بقتش كانت موجوده وما بقتش موجوده وترجع تاني، او ممكن هي ممكن تبقى الفيشة نفسها. اللي الصوت اللي مش سماعه. وبرضه فكره ان هو بيتقال ان بلبل اللي هو ادريس ان هو هرمس الهرمسه، هل فعلا دي خرافه ولا ممكن تكون علميه؟ طب نخلي الجزء ده في الاسئله. لا انا قصدي يعني باي ذا واي عشان لما نرجعوا تاني. احنا وصلنا ان هو رفع البحيره على الثانيه، رفع البحيره. هو قضى القصه بتكمل طول اليوم، كان لطيف مع الملك. قضى جلالته يوم عطلة مع جميع من في القصر، وعندما رجع جلالته كافأ كبير المرتلين جائم عنه بكل اشياء طيبه. هذه اعجوبه حدثت في زمن ابيك. وطبعا الخفرع بكلم خوفو عن سنفرو، فقول له هذا شيء مما قام به كبير المرتلين كاتب الوثيقه جائم عنه. فقال جلالة مصر ملك مصر العليا والسفلى خوفو فلتدع هناك قرابين تخصص. هو فكره القرابين اللي هو زي ايه؟ بيجيبوا سيره حد توفى يلا نقرا الفتحه مثلا. هو بيطلع على روحه بشكل مباشر، احنا بنعمله دلوقتي. طبعا منه ملك بقى وبيأمر بقى بيأمر له ب1000 قرابين تطلع في شكل 1000 رغيف خبز و100 ابريق من الجاعه ودور يتذبح وقمعين من البخور وليعطى كعكه كبيره. تمام؟ هيجي يا استاذ يوسف وابريقا من الجاعه وقمعين من البخور الى كبير المرتلين كاتب الوثيقه جاء معه. فلقد رايت مثالا على مهارته وتم تنفيذ كل ما امر به جلالته. برضه ملك اعظم ملك في مصر، ده خوفه اللي بنترعب منه وسامعين عنه ده بابا بقى عامل ازاي؟ بيتكلم بالبساطه دي مع حشه القصر. بيتكلم ببساطه جدا مع البنات اللي هم بيقدفوا. لا هم صوت بيتكلم ببساطه جدا حتى مع اولاده. دايما هنشوف حاجه برضو لطيفه في القصه اللي جايه، الحكايه الرابعه، ان ازاي الملك بيتعامل مع حد هو بقى طالب. هنا حرددف او حرجدف بيتكلم عن معجزه حصلت في عصر خوفو نفسه. هو بيقول له على حد من العلماء اللي هم عايشين في عصر خوفو نفسه. نهض ابن الملك حرددف يتكلم فقال لقد سمعتم امثالا عن مهاره هؤلاء الذين رحلوا، ولكن لا يستطيع المرء ان يعرف الحقيقه من الكذب. يوجد مع جلالتك في عهدك شخص غير معروف لك. فقال جلالته ما هذا يا بني حرددف؟
فقال له هو يعيش اسمه ديتس نفرو المبرور، إنه رجل مدينة عمره 110 سنة، بياكل 500 رغيف وكتف عجل وبيشرب 100 أبريل، جاع طبعا إلى يومنا هذا، وهو يعرف كيف يلصق الرأس التي تقطع، ويعرف كيف يجعل الأسد يسير إلى جواره مقيدا بالأرض، ويعرف عدد المقاصير في حرم الإله تحط إله الحكمة. حينئذ قضى جلالته ملك مصر العليا والسفلى خوفو وقتا طويلا يبحث لنفسه عن هذه المقاصير ليصنع لنفسه شبيها بها من أجل أفقه، اللي هو في الأفق الملك اللي هو الهرم بتاعه. قال جلالته اللي هو الملك خوفو أنت بنفسك يا بني حردادف سوف تحضره لي. فجهزت المراكب لابن الملك وأبحر جنوبا ليصل إلى ديتس نفرو. بعدما رست هذه المراكب على شاطئ النهر نزل إلى الأرض وجلس على كرسي محمول من خشب الأبانوس، قوائمه مصنوعة من خشب السنجم ومكسو برقائق من الذهب. عندما وصل إلى ديدي أنزل الكرسي المحمول إلى الأرض وتقدم لمخاطبته، فقد كان مستلقيا على حصيرة عند عتبة منزله. حينها وجد ديتس نفرو وجد عند رأسه خادم يقوم بتدليكه، وآخر عند قدميه يمسحهما بالدهانات. قال حردادف عن الملك إن حالتك مثل الحياة قبل الكبر، بالرغم من الشيخوخة التي قد حلت بك، ووقت الرسوم والدنو من الدفن والمثوى، وما زلت تنام حتى الفجر خاليا من أي علل أو مرض، ولا يوجد سعال في حنجرتك أيها المبجل. هناك استدعاء لك بشأن مهام خاصة بأبي الملك خوفو المبرور، لذلك قد أتيت إليك لعلك تتناول أشهى عطايا الملك، طعام هؤلاء الذين في معيته، طعام حشية الملك الأصلي يعني، ولعله يرسلك في الوقت الحسن إلى آبائك الذين في الجبال، بعد عمر طويل يعني لما تدفن دفنة حلوة. قال ديدي في سلام حدد، وكانه بيقول له عليك السلام، او بيرد عليه السلام اللي حي به. يا محبوب ابي، يرد على الامير يقول له يا محبوب ابوه، فليؤيدك ابوك الملك خوفو المبرأ ويقدم مكانتك بين المبجلين، فليناضل اللقاء الخاصة بك ضد أعدائك، ولتعلم الباء الخاصة بك الطرق المؤدية إلى الباب الذي يكسي المتعة. القاء والباء، القاء هو القرين، والباء هي الروح. إن المصري القديم كان بيشوف الإنسان عبارة عن 7 أجزاء، من أول الاسم والجسد والظل بتاعه. تفصيلا مرئيا كدبان ولا؟ لا، هو دي حاجة كده يعني، معرفش بقربها من النفوس ال7 عندنا في الثقافة الإسلامية، حاجة كده يعني هو بيشوفهم متفصلين ولا دي حاجة في لا دي أهو في رؤيته للإنسان، الإنسان مكون من 7 حاجات. إذا أي منهما يعملوا مشاكل. ده برضو احنا بنرد لسه على نفس الفوبيا بتاعة إن الفرعون أو الملك مستبد أو بيخاطب الناس أو بيستعبدهم. لا دول طيبين خالص. مفيش يعني. هم عندهم نوع من التأدب، أو يعني في لغة حوار، في ألفاظ معينة، ودي اللي بتتسمى لغة الملوك. طالما هو ملك بيبقى بيتكلم مع الناس بطريقة معينة. وسلوك ان هو مربي ابنه ولي العهد على انه لما يروح بيهتم، يعني اول ما سمع خبر ان في مكتبه والاله تحط وكذا، فبدا يدور على الموضوع ده عشان هو يبقى وكأن الحكمه بتاعتها تجيله ينتفع بيها في الاخره عشان في الهرم بتاعه، وابنه يهتم ان هو يروح يجيب الراجل اللي هو لسه عايش وراجل بقى متأمل. هو بنفتكر التعبير القرآني بتاع وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، دايما في أقصى المدينة، مش في المدينة، مش في الزحمة. خلوة وكده. خلوة، تأمل على وبعدين من المدينة، مش راجل ريفي يعني، حد بيمارس مثلا شيء من العلوم مثلا ممكن. الصراحة النصوص المصرية بتفتح أفكار كتير جدا جدا. بس هي حاجة قلت في الأول إن هي ممكن تكون مختلطة، دي بقى بيكون فيها توثيق ولا؟ ايفن لو اختلاط، ما هو انا لما بختلط حاجة، طب ما ممكن تبقى واحد كتبها عادي خيال يعني. لا مش وخلاص، هو ليه التكست هو عايز يسقطها على مثلا عشان في أدعاء سياسية معينة. طب ما ستيل مش حقيقة.
بس ستيل اللي بيقنع بيه حقيقي. يعني هو او جايبه من اللي بيحصل، او حتى الالفاظ، حتى المفاهيم. يعني احنا عارفين ان التاريخ بيتكتب من وجهه نظر المنتصر ومن وجهه نظر اللي بيكتبه، بس جايب منين السياق اللي هو جايب منه، يعني مور اور ليس نفس السياق. انا عشان اضحك عليك اقول لك حاجه، عشان أجيب لك حاجة. الدلاله انها كانت مكتوبه على برديه فمكشوفه. تمام. طب الحاجات اللي مكتوبه على المعابد والكلام ده بيبقى فيها بتدعم نفس السياق ده؟ لا، ما كل نص ليه مكان. هو قصدي بنتكلم تدعم نفس، يعني ممكن نلاقي في حته تانية او في معبد او في برديه اخرى او كده حاجه ليها نفس السلوكيات بين الملوك والشعب. اللي على المعبد ده مش هيتسرق. ده موجود بقى بعد كده قوانين، يعني ده هنشوفه شويه كده، هنلاقيه بقى محطوط بشكل قوانين التعامل عامل ازاي. القوانين اكيد موثقه. تمام. القوانين دي بالكودز مش مختلف عليها، وفي جراء واللي يخالف يبقى جريمه ويحصل عقوبه. وهم عرفوا العنف اللفظي وسباب الماء والسباب اللي هم العظام او الكبار بشكل مش لطيف، يعني نقلوه كمان من منطقه يعني هو البولينج والهراسمنت والكلام ده كل اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. وكرامه الانسان هنشوف حاجه هنا غريبه جدا. ممكن بس نفتح دي صورة أو حاجة بدل ما هي تكست احنا مش مستفيدين. يعني لو صورة لطيفة كده. انا في النبوه والله. انت فين؟ خايبه من حاجه. ايه غالبا. من حتى لابس كاهن. يعني على حسب الدارسين بيقولوا ان دي دقن حقيقيه ودي الدقن المستعار. كانه يعني رجل تقي مرتاح. ومن علامات الكهانه الكومه اللي لابس دايما لبس الكومه اللي هو حاطط جلد. الجلد والباروكه بتاعت الباروكه دي باروكه تقيله شويه ومش معتاده في الشكل المصري حتى للكاهن. كان شكل جديد شويه. برضه دي زاويه تانيه لنفس التمثيل. بس اوروبي خالص ده بس ملامح دي غريبه شويه. هو ده اوريجينال، ده متحف مصر. طبعا فكره ابو الهول ان الملك يتجسد في الشكل اللي هو ايه؟ اتصال بالاسد. هنا بقى شكل جديد خالص. المنحات برضو يتمثل على شكل اله النيل الشمالي والجنوبي حالي، بس شايل في ايده خيرات سمك وكذا، شايل ونازل منه شكل النبات اللوتس. بس ضفاير الشعر والدقن عراقي شويه. خالص. فده واضح ان هو بدا يبقى فيه اتصال واضح ومباشر بين مصر وبين مكان واشور والمسؤولين. ده برضه تمثال تاني، بسط تاني. المنحات الاول اسمه ساحتة إبرة، مطمئن او مرضي قلب رائع. نرجع كده خوف. ده خفرع. الشكل بقى المثالي كده، نرجع شكل فكرة اللي هو خفرع، حاجة ايدياليزم خالص، حاجة في منتهى المثالية. ملك ابن إله فعلا، ما عندوش نظرة، ما عندوش، عنده نوع من الثبات ونوع من الهدوء النفسي ونوع من هو مش العافية دون بشر. تاني خفرع. هم مجموعة من 12 تمثال أصلا كانوا موجودين في معبد خفرع عند الهرم. ده المشهور اللي هو التمثال هو مشهور عند العلامة اللي هي دي بتبقى معناها ايه؟ اللي هي الريشة ولا دي الماعت، إلهة العدالة، والريشة اللي على راسها واللي على رجليها دي علامة العنف. ايه؟ الحياة، العنف. اصل هي تبقى ايديال او رمز كده بيستخدم كتير، يعني معناها ايه؟ الحياة؟ الحياة.
سمعني وانا بتكلم ده ان هم بيدعوا للملك دايما ايه له الحياه والصحه والسعاده. عنخ وتجاوز له الحياه والصحه والسعاده. فبيكمل، هنكمل حردادف هنا بيكمل مع ابوه الملك خوفو. هو المفروض راح يجيب ديدي، فهيجيبه ويرجع بيه للملك خوفو مرة تانية. فديدي دخل على حضرة الملك خوفو فيقول له ايه: لقد دعيت فانظر ها انا قد اتيت. قال جلالته: هل هذا حقا ما يقال انك تعرف كيف تعيد لصق الرأس التي قطعت؟ قال ديدي: نعم، انا اعرف كيف يا صاحب الجلالة، لان عملا مثل ذلك لا يصدر الى القطيع المهين. ايه القطيع المهين ده؟ عامة الشعب. ما مش مصريين. ده العكس، لا ده هو بيقول له ده ما يتعملش ما نقطعش راسه ونلزقها مع حد من الشعب. نكمل. حينئذ أحضر له وزة وكانت رأسها مفصولة. بعدئذ وضعت الوزة على الجانب الغربي من قاعة القصر ذات الأعمدة، ورأسها على الجانب الشرقي من قاعة القصر. فكرنا شوية بالحادثة بتاعت سيدنا إبراهيم. تلا ديدي قوله بالكلمات السحرية، فنهضت الوزة وهي تتهادى كذلك رأسها، فبعد أن أوصل جزءا بالآخر نهضت وهي تصيح. بعد ذلك طلب الحكيم طائرا مائيا يحضر إليه، ففعل نفس الشيء معه. بعد ذلك أمر جلالته بأن يحضر إليه ثور، فألقيت رأسه على الأرض، فتلا ديدي أقواله السحرية، فنهض الثور بجانبه الحبل الذي يربطه ساقطا على الأرض. قال الملك خوفو: الآن ما هو الوضع عما يشاع بأنك تعرف مقاصير حرم تهوت؟ قال ديدي: قسما بمعزتك أنا لا أعرف أعدادهم يا صاحب الجلالة، ولكني أعرف المكان الذي توجد فيه. فقال جلالته: أين هي؟ فقال ديدي: يوجد صندوق خاص بسكاكين الزلط موجودة في حجرة يطلق عليها قائمة الجرد بمخزن المعبد في هليوبلس، إنها موجودة في هذا الصندوق. فقال جلالته: أسرع أحضره لي إلى الصندوق. فقال: يا صاحب الجلالة أنا لست الذي أستطيع أن أحضره إليك. فقال جلالته: من هو إذا الذي يستطيع إحضاره لي؟ فقال: إنه أكبر الأولاد الثلاثة الذين هم الآن في رحم ريليدت، فهو الذي سوف يحضره إليك. قال جلالته: وأنا أرغب في ذلك حقا، أما بالنسبة لما تقول فمن ريدت هذه؟ قال: إنها زوجة الكاهن المطهر، زوجة الكاهن المطهر هو الوعظ، زوجة الكاهن المطهر الإله رع صاخبوه، معطي الحياة ل3 أولاد رع رب صاخبوه، هو هؤلاء الذين يقال عنهم أنهم سوف يتولون هذا المنصب الجليل في الأرض بأكملها، وسوف يكون أكبرهم كبير المتنبئين في هيليوبلس. هي كل القصة عشان يقنعنا بالجزء بتاع طيب، اتفندت الفكرة الأولانية عندنا حتى على الأقل إن الملك مش متغطرس، الملك مش مستعبد، الملك ما بيأمرش، ما بيتوجهش للناس مجرد إن هو خطاب فوقي. لو بيقول له تعالى نجرب قال له لا، ما ينفعش مع القطيع المهين، ما ينفعش مع حد من الشعب نلعب معاه التجربة. مهين، قطيع مهين، بيعملوا حساب الشعب. فأنا بدأت الكلام وقلت إن هم شايفين إن الملك مقدس، والملك شايف إن الشعب مقدس، وإن هم عايشين على أرض مقدسة، وإن هم متصلين اتصال سواء سماوي أو أرضي حتى بشكل مقدس. الفوبيا الثانية الشوارع والعمارة والفوضى. دي فرق معايا جدا. يمكن حتى الإعلان بتاع الندوة ركزت فيها على الشوارع والعمران والفوضى. لا طب نتكلم عن إيفوير شوية. إيفوير كان في عصر الأسرة الستة تقريبا،
عصر الاحتلال المركزي الدولة القديمة بتلفظ أنفاسها. الملك بيبي الثاني على العرش عنده 96 سنة. الدولة مش مفككة بالمناسبة، الحكام موجودين والنظام قائم والإداري كل حاجة ماشية كويس، بس حاجة واحدة فيها مشكلة، السلطة المركزية ضعفت شوية. فحصل شوية اضطرابات كده في البلد، شوية خلل. فاحنا هنتكلم على جزئين. أول ثورة. نعم؟ أول ثورة. اللي هو بيقال إن هي أول ثورة اجتماعية اللي هتظهر بقى بعد كده. هنتكلم هنا عن جزئين، يعني هو دايما بيتكلموا فيها عن الجزء اللي هو المطالبة بالعدالة والناعد، ومع شوية ظواهر أخرى كده معاها. فاحنا هنتكلم النهارده على العدالة الاجتماعية معاها الجزء بتاع الفوضى العمرانية أو الفوضى المعمارية اللي حصلت. معلش قبل ما انسى على النقطة الأولى، هو إثبات إن رمسيس الثاني هو فرعون دي صح ولا مفيش إثباتات إن هو كده؟ هو فرعون موسى يعني؟ هو مين إيه؟ لا أنا دي أطروحة وبتقال يعني، هل في حاجات مصريات بتربط بينهم؟ طب نخليه في السؤال في الآخر يا دكتور حسين. هو أصلا ليه علاقة بالسؤال في النقطة الأولى. في الفوبيا الفرعوني يعني؟ اه بس هو فرعون ده لقب الملك المصري. تمام، أنا قصدي رمسيس الثاني بقى، الربط بينه وبين فرعون موسى. واخد بالي ممكن يبقى موثق أو مثبت؟ هو فين سيدنا موسى في الآثار المصرية؟ ما ممكن ما يكونش موجود. وهكذا بقى، ديبيت يعني ديبيت بقى ونعيش. يعني ديبيت كلها ديبيت من ايام يعني كله شك وكله مش حاجات مثبته يعني. لا ديبيت من ايام موسى نفسه عليه السلام. هو فرعون ده لقب لكل ملك مصري؟ من بعد الدولة الحديثة. يعني موثق يعني إن الملك قرعة مصر. فرعون يعني البيت الكبير. ما زي الباب العالي. بس ما كانش لقب زي الباب العالي العثماني كان اسمه الباب العالي. هو فرعون في القرآن اسم شخص مش ملك. فرعون اسم شخص مش فرعون لقب. اسم شخص، فرعون وهامان اسم اشخاص مش لقب ملكي. خلينا في الديبيت ده بس في الاخر. هو بس الجزء اصل التاريخ الديني ده تخصص. بالمناسبة التاريخ الديني ده تخصص. وتاريخ التوراتي تخصص، والتاريخ الكتابي تخصص. والجغرافيا التاريخية في بس هو يعني كل دي ممكن تخصصات. يطلع أطروحة يعني مصرية بتنقد طرح ديني أو العكس. دينيين. ما اللعبة لعبة نصوص، يعني لعبة نصوص وتفسير. لا تحقيق النص كمان مهم قوي. والباك جراوند بتاعنا عن النص طبعا طبعا العين النظارة اللي بنحطها علينا عشان نقرا النص هل موثقة توثيق يعني موافق كده ولا جاست اطروحات ونظريات وكده؟ المشكلة في التفسير. هو أصلا النصوص مش موثقة. اجمع كذا حاجه صغيره بنوع سريع مفيش حاجه اسمها دي بيبقى قايمه على الكليات اساسا. اقول لك على حاجه، شوف انت عارف انا سايب الديبيت يحصل ليه؟ عشان هو في فوبيا. اصلا في فوبيا. لا هو انا بالنسبه لي حتى مش عندنا. في فوبيا من الجو. هو انا لو اتكلمت عليه يبقى انا بخسر هويتي. لا انا بس بحط ايدي على نقط الحد. مفيش تعارض يعني. هو حتى لو ثبتنا ان ده فرعون موسى، هو لو واحد غير وحش يبقى هو معناه ان كله وحش عادي يعني. تعرف ان في ناس وصلت لدرجه ان هو بيتعبد لربنا بكراهيه مصر. لا مع عيال لا ما انا بس يعني هقول يا استاذ احمد برضو ان في حاجه، ان اللي احنا نعرفه عن القدماء المصريين قليل جدا جدا اننا نقدر نحكم بيه. فدي برضو حاجه لازم دايما نحطها في الاعتبار، ان ما نعرفش غير قليل يعني. كل البرديات وكل كل الحاجات اللي نعرفها قليله جدا. قطيعه معرفيه. فما فيش ما تقدرش تحكم بيها فعليا على الزمن ده. في قطيعة معرفية، في كونسبت معين بنبص بيه. هم كانوا عايشين في وقت مختلف. احنا تفسيراتنا علم ايه التفسير قايم على ايه؟ وعلى قدنا لازم نكون متواضعين، ما ينفعش ناخد الدنيا. هو في تجرد يعني في البحث مش لازم يعني. لكن هو بنصوص القرآن حتى بعيد عن التاريخ المصري القديم برأ رمسيس تماما من فرعون موسى. ما فيش رمسيس في القرآن اصلا. لا هو ذكر انه ملك لا يوجد واثاره مش موجوده. رمسيس اكثر ايوه
مظبوط حضرتك. بس ان كانت دي برضو تفاسير، انا اصر ان هي تفاسير ورؤى يعني قصدك هو مش حاجات قطعيه، يعني مش حاجات قطعيه. لكن رمسيس المثبت عندنا انه اثاره موجوده وبقيه في كل مكان. انا عايز الجئكم لمرجعين كويسين قوي، دكتور محمد الشهبة. من ايه؟ محمد الشهبة ودكتور الذهبي الله يرحمه. وبعدين في علماء محترمين جدا يعني. كمل بس المرجع، كمل المرجع. بيقولوا ان فرعون موسى ده اخر ملوك الخصوص. ومما لا شك فيه انه الحديث شيق جدا وديبيت جميله، بس احنا لسه في اول فوبيا. بس انا عايز اقفل بالمرجعين. توك. طيب المرجعين محمد الشهبة ودكتور محمد الذهبي الله يرحمه. محمد الشهبة الاسرائيليات في القرآن والسنة، ومحمد والذهبي الشهبة الاسرائيليات في التفسير والحديث، والثاني في القرآن والسنة. في كتاب حلو كمان في الموضوع ده اسمه اوراق شمال مصر. بتاع دكتور اسامه. بس شفته كان وهو ذاكر فيه ان فرعون موسى اخر ملوك الخصوص. دكتور سيد خميس بيقول ان الخمس القرآني بيغلب عليه ان هو ما بيجيش احداث يعني معينه، هو بيغلب عليه ايوه العزه او العبره، وفي حاجات محمد احمد خلف الله بيقول خلاص بره الموضوع خالص، اصلا الموضوع ادب حد في القران، يعني مش حادثه ما ينفعش نصطدم بالنص القرآني ان هو تايم لاين تاريخي، ان اصلا ده كلام الله منزه عن الزمن. خلينا نعمل ديبيت بس بعد هو مين الدكتور الاخير معلش؟ محمد احمد خلف الله. نستأذنك تخش في الفوق حاضر، الثاني. نرجع في الفقرة الثانية. على لسان ابوير بيقول قالوا الطرق محروسة ولكن الناس مختبئين على الأشجار، فيأتي السائر ليلا فينهبون ما يحمله ويسلبونه الذي عليه، يشوهون وجهه بالعصا وربما قتلوه ظلما. لو اتنين مشوا في الطريق شافوهم الناس اتنين، غالبا الكتير هيذبح القليل. ده تعبير ابوير عن واقع الشارع في الفترة دي. اتكلم على برضه اقتحام المؤسسات والمباني الحكوميه، بيقول اتفتحت الدواوين وسلبوا كشوف الاحصاء واتلفت سجلات المحاصيل، اترمت الدفاتر وقوانين دار القضاء في الشارع والناس داسوها بالاقدام، قطعها ومزقها الغوغاء في الازقه والدهماء رايحين جايين في المحكمه اللي هي دار القضاء الكبيره يعني، اتبهدل القضاه في الارض اتسحلوا يعني، وحرقوا البوابات والعواميد والاسوار بعد ما كان ملاذ الملك حصينا خالدا. هو ملاذ الملك هنا مش القصر، ده ملاذ الملك هنا المؤسسات، يعني اللي هو الورق بتاع البلد او يضيع او يتبهدل. كلنا فاكرين حريق مجلس الشعب والشورى. هكذا هي الفوضى. دفعوا بقى عن هذه الهمجية وهذه السرقات والاعتداءات. هنشوف بس برضو في لقطة تانية مهمة. مانيتوب بيتكلم عن ملكة اسمها نيتوكريس أو نيتيوكرتي. دي كانت من أواخر الملكات، ويقال إنها كانت جميلة من آخر الملكات في العصر الأسرة الستة برضه. ويقال إن هي كانت ست جميلة ولكن ودر بزوجها وقتل، فجمعت القتلة بتوعه وهنتهم وبعدين جمعتهم حاجة مذبحة القلعة بس فتحت عليهم كانت كان زي بهو بس حاجة تحت المبنى نفسه، ودهاليز مفتوحة على النيل. وأول ما صدر الأمر فتحت الهويس عليه. بس اللطيف في الموضوع ان مانيتوب بيقول برضه ماتت كمدا وانتحرت، وكانت خايفه من ثوره الشعب عليها. ليه؟ لان عملت انها اصدرت الحكم في الاغتال زوجها بدون قضاء بدون حكم. ضميرها عنبها. نعم؟ ضميرها عنبها فانتحرت تاني؟ بس ضميرها عنبها اللي واضح ان الشعب كان بياخد اكشن. في وعي شعبي متبادل، المصريين القدام كانوا عايشين مع بعض، في وعي شعبي متبادل وفي زي نوع من العقد الاجتماعي المبرم ما بينهم وبين الملك. قال انا اذيكم واحنا كلنا عايشين عشان الموعد.
بشكل اخير من الاعتداءات على اعتداءات على المقابر. كان في حد اسمه الملك ختي. الملك ختي يقال الثالث او الرابع. ختي ده كان في الاسره العاشره، وكان حصلت بينه وبين منتحتب الاول. احنا في عصر ما فيش ملكيه مركزيه، فكان كل حاكم اقليمي يقدر يستطيع ان هو يستقل ويقدر يقوى ويستقوى على اللي حواليه. ختي عمل حاجه غريبه جدا، مش عمل حاجه غريبه، هو راح كان شايف نفسه فرعون ان هو امتداد لمنف، فاستقل بنفسه وراح يحارب منتحتب في الاقصر. بس هم ما راحش يحاربوا هناك، طلبوا ان هم يكونوا بينهم مكان زي ارض محايده، كانت العرابه المدفونه، كانت في ابيدوس، وحصلت المعارك هناك. فلما كتب ختي، لما كتب النصائح بتاعته لابنه مليكا، وصاه بحاجتين مهمين جدا. قال له ما تعملش زيي وتلجأ للحروب. اولا عشان ما يقعش بينك وبين اخوك ويهرق الدم الحلال بتاع المصريين، ده نمره واحد. نمره اثنين ان البدو والشرق متربصين بمصر، اول ما بيحصل نوع من الخلاف الداخلي البدو دول بيخشوا على طول ينتهي. حاجه الالطف بقى ان هو اعتذر واستغفر عن ان هو، لان المعارك دي كانت في العرابه، العرابه دي مكان مدفون فيه مينا، مدفون فيه اوزوريس، ده غير اماكن مقدسه ثانيه ومقابر مقدسه. فكره القبر المقدس او فكره ان يبقى عندهم مفهوم صيانه التراث او حفظ التراث او نوع من وحتشبسوت كان لها ترميمات بالمناسبه، عشان فكره الخلود وكده. ما هو ده الكماله بتاعته. في فكره خلود، طب انا احققها ازاي؟ لازم احرس او اصون المبنى التراثي بتاعي. يعني هو مش بس مش عايشين للحياه الدنيويه، هو عايشين للحياه الابديه، بس عنده الميكانيزم وعنده الاليات القويه جدا اللي تحقق ده في الدنيا، مش متدروشين. الحته اللي مستنينها بتاعت خنوق انوب، الفلاح الفصيح. الفلاح الفصيح دايما بنفتكرها عشان العداله الاجتماعيه. الدكتور هبه لما شاورت حتى في الهنت بتاع الاعلان لما بتقول احترام الطريق، هو كان المفروض معدي من وادي الملح رايح يبيع الملح اللي هو جايبه. هو الراجل جحوتي نخت اللي هو راجل صاحب القريه نفسه، او اللي هو العمده اللي هو بتاع القريه اللي هو كان معدي عليها، فعمل معاه حركه مش لطيفه خالص. فرش الطريق بيبقى ضيق، طريق زي طرق الفلاحين موجوده دلوقتي. واضح ان كان في جزء ميه والجزء الثاني القمح، غيط القمح بتاع الراجل. فهو زنقه وراح فرش كمان القمصان المبلوله بتاعته. جحوتي نخت اللي هو الراجل العمده ده فرش القمصان بتاعته عشان يزنق يضيق الطريق على ويحصل ديبيت بين الفلاح الفصيح ده او الاول خالص، يعني الخناقه الاولانيه خالص، نحصل خناقه بينهم ويقول له انت اللي ضايقت عليا الطريق. وطبيعي ان الحمار ينزل ياكل القمح او يمد جوزه. وبالمناسبه سمعت قصه في الصعيد بتتحكي الوقت قريب، او ان في الكونسبت ده موجود وسمعتها ان هي في اسيوط، ان بيحصل طار بمناسبه حاجات مشابهه كده، حد ضايق على حد فالحمار كل مش عارف ذره، فحد هجم على صاحب الحمار فبدا يبقى طار. الشاهد ان المصري القديم كان واعي قوي، يعني ده راجل فلاح. حتى في جزء جوه الحكم هو بيحصل تساؤلات عند الملك ويسال رنسي يقول له هو ده راجل من الكتبه؟ يقول له لا ده مش كاتب، ده فلاح. وعنده نوع يعني مش جاهل، يعني مش عايز اقول امي، انا مش عيب. هو الأمي غير الجاهل عامة. والام غير الجاهل عامه، بس هو الذكاء الاميه دي شرف. الاميه هنا عندهم فعلا في حقهم شرف، ان هو من البساطه والعمق في الفطره. يعني كان في احترام بين الفلك، يعني ان هو يبقى واحد فلاح وان هو يبقى طبعا المدني مختلف. كان عندهم يا دكتور التقسيم الفلاحي عندهم مفهوم الفلاحي ومفهوم المدني. هو الفصل الثاني؟ هو بيحتاج بس الماوس لا دي قطعت
اتكلم عن الجزئيه الاخيره بتاعت سرقه المقابر باعتباره نوع من الاعتداء على التاسع. في اواخر عصر النصوص التاسع بدات تنتشر حوادث سرقات المقابر والاعتداء عليها، المقابر الملكيه بالذات. وده كان بسبب انتشار الفساد الوظيفي وانهيار الحاله الاقتصاديه وانتشار الفقر. برديه امهارست وابوت من عصر الملك رمسيس التاسع من عام 16 بالظبط بتتكلم عن ظاهره العنف وتحطيم المقابر، وان كان في قضايا اتدونت بتتكلم عن هذا الامر. عمل الخبيئة بقى في الوقت ده؟ تقريبا، بس خليني بس اخد التكست للاخر. تم تسجيل الكلام ده في دفاتر يوميات دير المدينه، والوثائق بتتكلم عن الوزير خاعم واسط حاكم طيبه، وان كان في ممثل للسلطه الملكيه اتكون تحت رئاستهم لجنه ومجموعه من العمد بقوا مسؤولين عن الجبانه، واحد اسمه قاصر الثالث عمده طيبه الشرقي، وعمده طيبه الغربي اسمه بورعا. كونت واضح ان هي ده بامر الدوله ان تكون لجنه يتعمل احصاء وتشاف كميه الخسائر والاعتداءات دي كانت عامله ازاي ومنظرها. عايز اجيب بس نماذج. مثلا مقبره الملك رمسيس السادس تم الاعتداء عليها وخدوا التابوت الفضي وانتزعوا الجسد الملكي اللي هو الموميا نفسها. البرديه اللي بتحكي الكلام ده في المتحف البريطاني. طب العقوبه اللي كانت بتطبق ايه؟ بنص البرديه: لقد رايت العقاب الواقع على اللصوص في زمن الوزير خاعم واصل، فهل انا الذي يتسبب في ان يذهب الى الموت الذي اعرفه؟ الموت الذي اعرفه اللي هو معناه هنا الاعدام. طبعا الاعتداء على الملك، الاعتداء على اي حاجه دينيه، على المقدس، حتى المقدس اللي هو المقابر نفسها. المقابر الاعتداء عليها اعدام. في نص هنستخدمه هنا. معلش يا اتفضل. فكره الاعدام كان موجود عندهم الفتره دي؟ كانت بتطبق ازاي؟ انواع من الاعدامات. لا يعني فكره تنفيذ الاعدام بنفس الادوات اللي احنا عارفينها دلوقتي؟ لا، وادوات ولا بادوات مره بالامر والانتحار، مره ان هو لو قتل ابوه لو قتل ابوه قبل اعدامه يحتاج الجثه 3 ايام. هو طبعا الردع، يعني فكره الردع احنا في عصور متقدمه جدا طبعا، البشريه في اولها خالص، فالردع كان شديد شويه. اعدامات مختلفه. وبعدين كان في اللي هو الحكم التعزيري بيسموه، اللي هو مثلا الكذاب يتقطع لسانه والمتنصت يتقطع ودانه، فكره صلب الاذى الاذان. فكان موجود نوع ده من العقوبات برضه. ففكره بس هم كانوا متحرجين في تطبيق الاعدام، يعني الاعدام ما بيتطبقش الا في الشديد قوي زي ما بيقولوا. يعني حتى اللي جه من الموضوع اللي هو مثلا المشاكل اللي هي الفاحشه، يعني اللي ممكن تحصل، الخيانه الزوجيه، اظن اللي جه عباره عن حواديت. يعني هو باونر ده والقصه الثانيه بتاعت الاخوين، وكانه هم بيحطوا اساس للردع. يعني ده الاساس بتاع الردع. وبعدين هو كان مجتمع محافظ، يعني الحاجات دي برضه ما كانتش فكره ان يعني احنا بس عشان عاملين تجميعة عنف، بس هو العنف مش ظاهره اصلا عند المصريين. طيب ايه فوبيا همجيه المجتمع المصري؟ يعني امتى حد قال انه المجتمع المصري القديم كان همجي؟ امتى ده حصل؟ امتى اتشتمنا اتقال علينا همج؟ على لا، او الظواهر الهمجيه. يعني الاسباب اللي ادت للهمجيه. يعني وسم المجتمع المصري القديم بالهمجيه امتى وليه؟ وهل كان هي فتره استقرار سياسي ام كان في حروب؟
يعني النقطه طب دي نفرق بين حاجتين، اتفضل. هل بيجي بالدراسة ولا بيجي بالإعلام المشوه وكذا؟ ماشي. الإعلام المشوه طبعا معروف إن هو من عصر البلد، ما بقتش البلد من 500 قبل الميلاد، يعني أكاد أجزم بده. يعني البلد مصر ما بقتش مصر، الروح المصرية بدأت تتسحب، تتغير بقى شويه. تتغير شوية، ويحصل في نوع من المصلحة ورؤية الذات، وإن الملك يجيب أجانب يشتغلوا. ده كده يحصل عند بسماتيك ويحصل عند بوسيسنس وهكذا. حتى الاتيتيود بتاع السلوك بتاع الملك نفسه بدأ شيء مختلف شوية. هل الشعب حصل فيه حاجة؟ لما دخلنا حقبة البطالمة، وصلنا لمرحلة إن الجيش ما بقاش يشتغل أصلا، وعزلوا الجيش قعدوه على جنب، والمصريين بقوا هم أهل الخورة، هم درجة رابعة في الترتيب الاجتماعي الطبقي، أعلى ناس هم اليونان، الإيطاليان أو الرومان يعني، والأجانب، والمصري هو آخر واحد يدفع ضرايب قد كده، وتظهر ظاهرة اسمها الأناخوريسيس أو الهروب. فضل الضغط عليهم لدرجة ما قدروش يدفعوا ضرايب مكتملة عليهم، فكانوا بيهربوا ويسيبوا الأراضي، فحصل انهيار اقتصادي. ويظهر نوع من الفوضى في الشوارع في اسكندريه. انا عديت حوالي 18 ثوره. فيلم أجورة. فيلم أجورة طبعا شرس جدا، يعني هو أجورة 316 وبيتكلموا في 361 ميلادي، بس لغايه كليوباترا، يعني من اول بطليموس الثاني لغايه كليوباترا الشعب مش راسي، يعني اللي هم الاسكندرانيه حتى قلبهم مش هادي. من 100 سنه اللي هو من 332 يعني ما كان 332 ل 30 قبل الميلاد، ده الرومي ده نهايه يعني ده البطالمه كله. 332 من ساعه ما دخل الاسكندر، 323 لما دخل الاسكندر لغايه 30 قبل الميلاد. تقريبا اللي هم ال 300 سنه دول لما نعد فيهم 18 ثوره ده كتير. من ضمنهم حرقتين يمكن لمكتبه اسكندريه. واصطدامات مباشره مع ملوك كبار، يعني سيزر يجي، قيصر يجي ويهاجم ويحرق مكتبه اسكندريه، وانطونيو يجي وراء اوكتافيوس، يعني اعظم يمكن اعظم من 3 اباطره او 3 طغاه في العصر القديم دخلوا في خناقه في خلال 3-4 سنين وتنتحر كليوباترا. الموضوع صعب. والشوارع عندنا في حاجه اسمها سنه 124 تظهر حاجه اسمها ثوره الرعاع او ثوره الرعاع، بيسموها ثوره الرعاع. سترابون بيتكلم عليها ان في راكودا قبل اسكندريه بشويه اشتعل هناك زي ثوره، ان مجموعه من الرعاة ما كانوش من الاهلين في القريه، فظهرت بعض الادله على انتشار بؤر للثوره في اسكندريه. توجد قائمه لمقاصير ايزيس وتدلل على ان اسم الاله ايزيس كانت تدعى بالمايا خلال فتره الرعاة دي، وانهم اتمركزوا بين اتريب وزويس. دي اسامي المناطق قديمه بس باليوناني. وبيقولوا ان منطقه اندلاع الثوره كان في كانون، اللي هو حي من احياء اسكندريه القديمه. طيب بيتكلموا على اكل لحوم بشر. هقول لكم الجواب، انا مش هتكلم، هقول لكم الجواب بيقول ايه. في خطاب كان واحد من اسكندريه طالب من الطلاب اسمه اريوس بيبعت لباباه في اوكسيرينخوس اللي هي في اوكسيرينخا دي اللي هي في البهنسه، فبيقول له انا مش عارف ارجع لك، بيقول له انا مش عارف ارجع لك او اوصل تاني للبلد عندك عشان الناس هنا بتاكل بعضيها. فالراجل اللطيف اللي هو اللي بيترجم البرديه فراح حكم على انه بيقول لك الناس هنا بتاكل بعضيها، فقال لك دول اكلت لحوم بشر. احنا بنستخدم المصطلح ده لغايه النهارده، مبالغة. بالظبط. نوع من المبالغه. وامسح وشك من على وش الدنيا قبل وامسح اسمك من على وش الدنيا. زيفيلينيوس وحد من المؤرخين بيتكلم على ان المسيحيين واليهود كانوا بياكلوا في اكل لحوم بشر. ما اظنش حاجه زي كده. اليهود اصلا حرام
اكلهم اكثر حراما مننا. لا وبعدين بقى احنا بنتكلم على يهود مسيحيين مصريين، احنا بنتكلم على يعني مصريين. يعني مهما كانت برضه وصلت فكره الفتنه، ما اعرفش ليه الاوروبيين دايما بيشوفونا بمنظور كده ان احنا، يعني الدكتوره هبه اللي بتتكلم عليها من شويه، امتى شافونا ان احنا مجموعه همك؟ طب فعلا اهي ما زي ما بقول لك اهو، تفسيرات خاطئه. بس هي معقوله دي الروايه دي اللي انتشرت يعني مع لا لا مش روايه، ده جواب. حضرتك تابعت قصه لما فيلم كيلوباترا طلع السنه اللي فاتت؟ ساعة موضوع الكيميت فايه فايه صحيح. طب فعلا ليه يعني ليه اللي مهتم يصدر الفكره دي؟ يعني هي مصلحه في التاريخ. يعني الافريقيين دول عايزين ايه من الاخر؟ لا هو كان في ملك حكم فتره معينة. كذا ملك وبعدين هو عايزين ينسبوا ان الحضاره دي للملك ده. طب ماشي، يعني ده واحد ايه بقى كله اصلهم افريقيين لا ما هو اللي جاي بياخد تاريخك، هو بينسبوا ان يخش بقى في الدخله دي بالظبط. زي اللي نسبوا لنفسهم ان هم بنوا الهرم. اولاد العم برضه عايزين يتلزقوا مش بيتلزق. احنا قيمة مصر قيمة كبيرة جدا، قيمة مش سهلة. عارف يعني ايه من اول مينا لغاية اخر فرعون كل شوية يطلع كود قضائي؟ يعني الناس دي واعية ازاي ومنتبهة ازاي وفي كل شؤون الحياة. اكواد قضائية، يعني احنا بنتكلم على ايه ابسط، احنا مش بنتكلم على علية القوم، احنا بنتكلم على الناس البسيطة كان عندها وعي بالكرامة الانسانية. ابسط الناس عنده وعي بحقوق الحق في الحياه. راجل اسمه زيدي مش عارف، راجل عجوز مكحكح بيتكلم في بيقول لا انا ما اقطعش راس بني ادم من القطيع المهين. بص كان اسمنا ايه؟ بس في الاخر اللي انت النهارده الهمجيه ومش عارف ايه. النهارده ميد ان ايجيبت بتدل على ايه؟ لا قلنا حاجات فخامه وكل حاجه. عشان انت محترم. في ناس تانية بتشوف ده حاجه بايدك. دلاله مش حلو. ده بره يعني؟ انت بتصدر لك صور زي كده. انت بتصدر ليه عنك هم صور من زي كده. الداخل يعني احنا هنضحك على بعض. ومن الداخل. انت عندك في واحد يميز لك المنتج الاجنبي عن المنتج المحلي. قصدي حضرتك كمان تقصد اللي هو انسحاب البساط من تحت يعني احنا بقينا نوصل لعدم الاتقان، مش نوصل. بدا يحصل نوع من انا بس عايز امسك حته اللي هو احنا رؤيتنا لنفسنا ايه؟ احنا شايفين نفسنا قطيع مهيب ولا مش قطيع مهيب؟ حاليا؟ احنا شايفين نفسنا ايه؟ انت اقتصاديا اصلا منهار، فهتشوف ايه بالظبط؟ انت عندك مشكله يعني. الاوروبيين متصدر لهم فكره الهمجيه دي من بدري ولا لا هم بيتهموك بهذا. غرض في نفس العقول. عايزين يخلونا ننهزم نفسيا، لكن هي وهم. هم اللي بنساعد على نشر الفكره دي حتى في سكوتنا يعني. او بعدم وعي. بعدم الوعي اهم. احنا مش عارفين فعلا الوعي حتى مش كله عارف الوعي اعرف تاريخك هتعرف. بالظبط. الوعي اهم. يعني ما فيش شعب ليه قيمه وتاريخ زينا واحنا ساكتين في الوقت. انا لسه كنت بقول لنفسي انا مش جاي النهارده اعمل نوستالجيا. انت جاي تعمل حاجه جاي. احنا جايين نتحرك. تفتيح الافكار دي مهم. هو ده نحس ان احنا مؤمنين ومحترمين وبتوع ربنا من زمان، ولا وثنيين ولا بتوع مش عارف عبادة ايه ولا الكلام ده، ولا متشيطنين ولا مش واعيين، ولا مثلا قلالات الادب، ولا ما عندناش منجز مادي، ولا بتوع مثلا السحر يطلع. يعني انا شايف السحر ده حتى كان علم. هو علم اصلا. هو كان علم. لا حتى من غير التعريف القراني. يعني هو علم ذاته. هو كان علم في الشرق يبقى وحش مثلا. هو الاي اي ده اقول لك على حاجه بس، فكره برضه السحر عشان المصطلحات. يعني هو الاي اي ده مش سحر النهارده. هو يوم على فكره سحر. هو السحر ده انا فاكر ان هو كان لحظي، يعني ما فيش شيء يستمر الاف السنين يبقى معمول بالسحر. ده هقول لك حاجه برضه على حاجه. يقول لك سحر. انا هقول لك على حاجه. انت مثلا لما تيجي ما كانش زي اللي احنا موجودين فيه، تلاقي المكان جو لطيف وهادي مش عارف، من غير تكييف من غيرها اي حاجه، ونظام ملاقي في الهواء. مش ده علم، ده علم عميق، فده سحر. حاجه مبهره، حاجه جميله. بالمناسبه في حاجات بتوصف دايما في الثقافات كده، توصف دايما الحاجه المبهره او الجميله ان هي سحر. هو تحرير المصطلح او يعني ان احنا نفسر المصطلح ده معناه ايه هيحل المشاكل دي كلها، لان هو ممكن الاثنين يقولوا نفس المصطلح وكل واحد قصده حاجه ثانيه. هتكلم على نقطة أخيرة كده، اغتيال الملوك. في برضه صورة بتتصدر عننا إن المصريين دول خونة
والملوك كانوا بيقتلوا في بعض وكذا. فالاغتيالات الملكيه كان من اشهر الحوادث اغتيال الملك رمسيس الثالث. رمسيس الثالث يقال انه تعرض لحادثتين اغتيال. الحادثه الاولانيه فشلت، فعمل لجان تبتدي تقبض على اللي قاموا بعمليه الاغتيال دي. فحصل في البان ده يعني اثناء ده ما كان بيحصل اتعملت حادثه اغتيال ثانيه، ودي اللي نجحت واتقتل فيها. وعلى اساسها فضلت اللجان مستمره عشان تحقق. وتم اكتشاف ان في مجموعه من القضاة في فساد داخلي جوه القصر. كان قايم بسبب زوجة الملك، زوجة من الزوجات الثانويات كانت عايزة تموته عشان ابنها هو اللي يورث، بمساعدة مجموعة من الحشة جوه القصر. وإن بعد انهيار أو بعد الموت بتاع الملك تبتدي الأمور تتظبط. بس مش ده اللي حصل. بدأ مجموعة من القضاة، اللجنة دي اتعملت لجنة قضائية وبدأت تتحقق في الموضوع. ويبتدي التحدي من نوع حاد جدا ويبقى صعب شوية، لأن أنت بتحقق مع العيلة المالكة نفسها. بتحقق مع العيلة المالكة، وطلع تاني إن في فساد جوه الهيئة القضائية نفسها اللي بتحقق، فتم تحقيق مع المحققين نفسهم. يعني السلطه بقى السلطة القضائية اللي هي شغالة. لا، مين اللي حقق مع السلطه؟ اللي ماسك الوزير، اللي بيبقى ماسك يعني الوزير. السلطه الحاكمه. السلطة الحاكمة السلطة الحاكمة في السلطة الحاكمة. واضح ان هم كان عندهم فرق وادراك واعي بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية. هو الطريق الدكتور استاذ نجيب محفوظ السيدات اللي لسه ليها علاقه بالقضاء انها تتفرج عليها. الصراحة أنا كنت داخل الموضوع بتاع اسم العنف في مصر القديمة. كنت داخل الموضوع كده إن هو أخلاق وفلسفة لا، كل حاجة هناك بمصلحة. أصل ما دام انتقلنا من منطقة الدين والأخلاق لمنطقة القانون اللي هو حقي وحقك، وفي مادة وتأسيس، وفي مادة قانونية، وفي عقوبة، وفي قانون جنايات كمان مستقل. مش فالموضوع مش بسيط. أنا كنت حابب أقول بس جزء من النصوص اللي بتتقال. طبعا للموضوع ده برضه، هل مجرد ظهور العنف في مجتمع يثبت ان ده مجتمع عنيف؟ العنف ظاهرة إنسانية. بالظبط. او حتى لو حدثت مش دليل ان هي ظاهره. يعني عشان برضه يبقى المعيار صح، ايه المعيار على ان دي ظاهره منتشره ومؤثره في تبقى كتير. لا ممكن. لا، اصل في مجتمعات بتتعايش مع العنف، وده يبقى طبيعي بالنسبه لهم. ده متقدم عادي. طبعا هي مش متحضره، بس هل هو التعايش مع العنف ده مش ده الطبيعي. مش ده الديفولت طبعا، مش ده الطبيعي. بس هل ده يقول ان المجتمع المصري مجتمع عنيف؟ انا عايز اجيب نماذج من التعامل مع المرأة. يعني مثلا الحكيم آني بيقول: لا تعنف زوجتك في دارها إن أدركت صلاحها، ولا تسألها عن شيء قائلا أنا حطيته فين، أو هلم أحضريه إلينا، فإذا وضعته كان موضوعا في وضع مبين. افتح عينيك وانت ساكت وتحقق من مزايا زوجتك، وإن شئت أن تسعد فاجعل يدك معها وعاونها. وإنما يجهل كثير من الناس كيف يمنع المرء أسباب الشجار في داره، وقد لا يجد أحدهم مبررا للخصام فيختلقه. بوسع كل شخص أن يكفل الاستقرار في بيته إذا تحكم في أهواء نفسه. والله على فكره ده حكمه. ده كلام مين؟ ده الحكيم آني. خد من ده كتير جدا. في كتاب عارفينه اكيد اللي هو فجر الضمير. كتاب عظيم بتاع جيمس بريستد. جيمس بريستد يعني يكاد يعني اتخانق خناقات كبيره عشان الكتاب ده. مقدمه كاتب الكلام ده انهم اعترضوا عليه يعني. دكتور يحيى عبد الله هو اللي كان خلانا نكتب كده. لا، مين الطريق؟ دكتور يحيى عبد الله، احنا طلبه. خطير، هو خطير. طيب الخلافات الزوجيه، احنا لو بصينا على الخلافات بتاعتهم برضه هنفهم الدنيا برضه كانت الدنيا شويه برضه ماشيه ازاي. هما كانوا عشان كده بيأكدوا على اختيار الزوج. بس في حاجه مهمه جدا، ان في عصر امازيس الملك اللي هو امازيس ده احمس الثاني في العصر المتاخر.
فكانت العقود بتقول اتخذتك زوجة. انما في عقود بدأت تظهر تقول الست هي اللي تقول للراجل انت جعلت مني زوجة. فالست هنا بدأت تبقى يعني مش بدأت، ده هي بادية من زمان ان يبقى لها كرامتها وان لها استقلاليتها وان ليها الذمة الخاصة الذمة المستقلة بتاعتها سواء ماليا او اجتماعيا. بس هنا بشكل مباشر انت جعلت مني زوجة. الكلام ده اوائل القرن السابع. في برضه في موضوع الصراع الاسري او الاعتداءات بالضرب مثلا، في اشتراكة بتتكلم على بس هي صعبة شوية. دي كانت بطاقة موجودة على موميا موجودة، موميا واحدة متوفاة سنها مش كبير، اسمها ورعيطة بنت عروق. اسمها صعب شوية ما كملتوش حتى. فالبطاقة اللي موجودة دي، البطايق دي كانت بتوصف ايه اللي موجود، الجثة حالتها شيء من التنظيم يعني. فالبطاقة دي بتقول ورعيطة بنت عروق التي أساء زوجها معاملتها. على ظهر البطاقة هنلاقي قلبها حزين في يده. واضح ان احنا قدام حالة موت بالكمد او نوع من الموت بالحالة النفسية، مش قتل فيزيكال. لقد سلبها كل ما تملك. ان هو نوع لا احنا مش قدام جناية، مش قدام وثيقة قضائية. انا قدام دي موميا ومعاها بطاقة مرفقة بتقول ده سبب الوفاة بتاعة البنوتة. الألطف اللي في القرن الرابع في بردية بتتكلم عن واحدة اسمها زوي. قضية عنف أسري، الزوج بيرجع بيتخانق معاها وبيضربها وبيضرب الخدامة وضرب بنته وتقريبا حرق حد. وبعدين هي رفعت قضية. الكلام ده في القرن الرابع الميلادي، يعني احنا كده في عصر المسيح. ما اعرفش ديانتها ايه، هل مصرية أمونية مثلا ولا مسيحية ولا يهودية، بس هي بترفع للمحكمة. وواضح ان هو كان المدنية هنا بتتكلم الحكم المدني بدون رجوع للتشريع الديني، يعني مش ان في قانون بيحكم الكل، في قانون مدني بيحكم الكل. ان القانون ده هي رافعه الوثيقه للمحكمه وتشتكي فيها، يعني مش للكنيسه مثلا، هي رافعه الوثيقه ودي شكوى قضائيه عاديه جدا بتشتكي فيها زوجها وبتحتكي وبتطالب بحقوقها في البيت وفي الاقامه وفي الحضانه لاولادها، وبتتهم ان هو كمان حرق واعتدى على اولادها وعلى الخدمه. مش دي احنا ممكن نلاقي القضيه ما نلاقيش الحكم، وممكن نلاقي الحكم والقضيه، ممكن نلاقي احكام ما نلاقيش قضايا، حسب الحاله. طيب عايز اختم بالبربريه والعنف العسكري اللي طبعا بيتقال على المصريين هم شرسين وجبابره. جايب نموذجين. النموذج الأول من لوحة بعنخي. بعنخي ملك من ملوك مصر القديمة، بس ملك ملوك الأسرة 25. الأسرة 25 الأسرة يقال إن هي النوبية أو الكوشية أو السودانية أو كذا. في رأي بيقول وأنا مع الرأي ده إن هم لا، هم أصولهم مصرية. دول أحفاد الكهنة اللي راحوا منطقة ما بعد الشلال الثالث واستقروا في السودان وما بعد النوبة، وكانوا في عصر الملك رمسيس الثاني اللي بيقولوا عليه فرعون. استقروا في الجزء ده من البلد، وكانوا دول احفاد اللي هم الكهنه اللي كانوا عايشين هناك. فلما بداوا يكبروا وتربوا على الثقافه المصريه والديانه المصريه، ولما البلد اتعرضت في العصور المتاخره الاسره 23 و24 هم كانوا موجودين هنا، فهم شافوا في نفسهم القوه ان هم لا يرجعوا ويقدروا يحطوا البلد تحت سطوه حكم مستقر اللي هو على ايديهم هم. الملك شبكاه هرطاقه وبعنخي. لوحة بعنخي
نقدر نقول لها مجموعه من الاوامر اللي هو بنتكلم عليها النهارده زي قوانين حروب كده، بس قوانين في منتهى الرهافه والاحترام، خاصة إن هو بيقول لهم أو بيوصيهم إن هم ما يعتدوش على طبعا معلش انا اسف بس لا يا دكتور. ان شاء الله هنبقى نيجي تاني فرصه نورنا يا دكتور. عندما تصلون إلى طيبة أمام الكرنك اغتسلوا في النهر المقدس وارتدوا الملابس النظيفة وارخوا أقواسكم واركعوا على الأرض قائلين أرشدنا كي نحارب في ظل سيف. احنا بنشوف النهارده من أضلك حقا لكي تعرض حياتك للهلاك بمحاربتك لي. إنني كنت أرغب فقط أن ينحني أمامي شعب مصر العليا وأن يقبل شعب مصر أن يقبل شعب مصر السفلى حمايتي. أنا اللي غلطان، أنا بقول يقبل يعني يبوس رجلي مثلا يعني، لا هو بيقول يقبل شعب مصر السفلى حمايتي. ده كلام جعنخي وهو بيخاطب تفنخت العدو بتاعه، مش العدو، الملك اللي هو شايف إن هو ملوش شرع. تاني، من أضلك حقا لكي تعرض حياتك للهلاك ومحاربتك لي، خاف عليك. إنني كنت أرغب فقط أن ينحني أمامي شعب مصر العليا، أن يقبل يعني بالرضا يعني إن أنا أكون ملك شرعي عليه، وأن يقبل شعب مصر السفلى حمايتي. طيب ليه كانوا بيتكلموا كده؟ طبعا التقوى والورع اللي كانوا بيتميزوا بيها وارد جدا. في 3 أهداف عند الملوك الأسرة ال25 بالذات: إعادة استقرار الدولة، فرض نفوذ الملك باعتبار ان هو شايف ان هو الاصلح بالشرعي، وقف الصراع والقتال فور اعلان الاستقرار على يد الملك المنتصر. الحروب لا اباده جماعيه ولا اباده مش عارف ايه ولا شكل من الاشكال اللي هي الشرسه اللي شفناها في العصور دي. احنا مش بنقول العصور القديمه، عصور مثلا مباركه ولا عصور مثلا بشر، لكن المجتمع الراقي ده احنا ليه في فوبيا؟ او ليه في هجوم؟ ليه في صناعه كراهيه انتي ايجيبت ضد مصر؟ ناس راقيه قوي، ناس عاليه قوي، نتحسد على ده قوي. الخوف ان احنا نصدر الثقافه دي لحد تاني بره فينقلبوا عليك. زي فكره امريكا دلوقتي انها بتناصر الحريه، في بعض الاحيان تفاجئ انها هي اخر مع اسرائيل مع ضد الفلسطينيين. حضرتك قلت في قوانين نصيه قوانين دي اسبق من قوانين حمورابي؟ غير اسبق وبعد، فيها شيء من الحكمه عليه. يعني هم معروف ان هو اول ملك عام لكن دي اسبق؟ يعني انا ما عندي التشريعات، انا مش عارف انا جايب تشريعات. اقول لك على حاجه، اعتقد يعني اقول لحضرتك على حاجه، يعني من غير دخول في ديبيت او ايه اصل اقول لك على حاجه، النص القانوني قابل للتطبيق او لعدم التطبيق. انما لما الاقي ان انا في القرن الثالث قبل الميلاد ولا الثاني قبل الميلاد ان يتم تقديم طلب الكشف الطبي لعمده القريه وكشف طب على الاصابات، يعني في دكتور شرعي، في طب شرعي. الطب الشرعي ده في العصور المتاخره احنا بس ظهر لنا البرد بتاعه، يعني كان في العصور المتقدمه ده ايام المصريين القدام نفسه الهيكل كان موجود، النظام الاداري ده كان موجود، وان هو ان التتابع بتاع القضيه من ساعه حدوث الجريمه، حدوث الواقعه، حدوث الامر اللي هو خارج عن القانون لغايه ما بيتم الحكم فيه على ايد المحكمه والتنفيذ على ايد الشرطه، ده مش ماشي كده اعتباطي. انا كنت هختم بس انت هترجعيني لنقطه انا حابب اقولها. بشكل مباشر ده عباره عن نصوص تشريعيه
ومعاها مدونات قانونيه ومراسيم والتعليمات الاداريه. انت عندك 3 مستويات اهو من القانون. والماعد بس هو يبقى يعتبر قانون. لا الماعد دي الفكره فلسفه. 240 نص دول ممكن يكون ولا هو دستور قانون يعني بشكل خاص دستور. بالحياه الاخرى؟ مثلا يعني هي روح الدستور. اصل الماعد دي فكره اللي هو النظام الكوني، العداله التي تحكم كل شيء. التناسق الكوني ده هو ده ماعد مثلا، اللي عكسه الاسفت، يعني اللي عكسه الفوضى والجريمه. يعني دي الفكره العامه، دي الامبريلا الكبيره بتاعت الفكره. فالماعد دي لما نيجي نطبقها مثلا في العماره، فنبقى دي ازاي المعماري يبني بنظام هندسي دقيق على لما نيجي نطبقها في الكيمياء يطلع مركبات تعيش آلاف السنين. لما نيجي نطبقها في القانون وفي كرامة الإنسان يطلع لنا حقوق هي بقى إنسان. نصوص مفتوحه خرج منها تفصيلا قوانين بقى. فلسفة واسعة هي اللي نزل منها دينية وغير دينية. طيب أنا حابب أقفل عشان أنا طلعت عليك. وممكن برضه نتفرج على شوية صور، بس هحب أقفل بكلمة بتاعت ختي لما كان بينصح ابنه أمريكا راع بيقول له: انهض بجماعة الشبان تحبك العاصمة، زود أتباعك من الرعية. عايز بس حاجة بسرعة كده. ختي كان ختي الثالث كان في عصر احنا قلنا الأسرة 9 والعشرة. حصل منه حاجة غريبة جدا، الدولة فيها فوضى، فهو راجل مستقيم وعسكري وبتاع، فكان بدأ يطبق قانون بحذافيره لدرجة إنه بدأ يأذي قرايبه والناس اللي هم في الدوائر قريبة منه عشان يقيم الحق، وبدأ يعني يحصل لهم أذى مباشر أكتر من الناس اللي هم البعيدين عنه، لدرجة إن حوري محب كان بيشاور على ده، بيقول ما تبقوش زي ختي اللي جه يطبق القانون فما رعاش روح القانون. تخيل وصل لدرجة تطبيق القانون على نفسه وعلى الناس اللي حواليه. ويبقى مثل يضرب بيه في الحياة القانونية في مصر القديمة، بيقول لابنه: انهض بجماعة الشبان تحبك العاصمة، زود أتباعك من الرعية، خد بالك إن بلدك عمرانة بشباب صالح في سن 20، والجيل الناشئ يفرح بمن يستوحي ضميره. لو عملت كده وحكمت ضميرك الناس هتقلدك، ويجيلك صاحب كل أسرة بولاده راضيين. بالسياسة دي حارب القدماء من أجلنا، ومنذ رفعت أنا شأنهم فارفع إذا شأن نبلائك، وعظم المحاربين وأسبغ الخير على جيل الشباب من أتباعك، واحرص على أن يتزودوا بالخير وأن يطمئنوا بامتلاك الأراضي وأن تتم مكافأتهم بالأنعام. خيط التاني. جميل. أنا أشكرك. أنا أشكرك. احنا اللي بنشكر حضرتك جدا يعني. أنا بتخيل القصص اللي حكيتها في الأول لو هي معمولة كرتون أطفال، يعني بطريقة إخراج كده لذيذ، قصص حلوة قوي يعني. وهو قادر على انه يحولها لنا. النهارده اليوم الوحيد اللي ما كنتش فنان فيه. جاي بدوري كباحث يعني. مصر القديم يعني في نقطة في الكتب العربية أساسا أنا آسف؟ في نقطة أهم حاجة بنتكلم عليها مثلا هو كتاب مصر القديمة للدكتور سليم حسن، ده بقاله بتاع 60 سنة أو 70 سنة. هو مترجم اصلا. ومترجم كمان يعني لما الكتب العربية عكس مثلا اشوف حضرتك مثلا محمد علي تلاقي ايه كده في عصر محمد علي، كشف في عصر محمد علي، العمائل في عصر محمد علي، كذا يعني 10 كتب كل على تفصيله من تفاصيل عصر محمد علي. هو هنا بقى سؤال في الجديد بقى اللي انت طرحته، ليه جزء من التاريخ الفرعوني او المصري القديم بيتم تدريسه للولاد في اليابان مثلا او في الدول الاوروبيه، والولاد عندنا هنا بيبتدوا ياخدوا التاريخ من اول الدوله الاسلاميه او مرورا كده سريعا الدوله القديمه، وبعدين داخل على الثقافه الاسلاميه والثقافه القبطيه بيمر عليها عربي الكرام وسطحي جدا يعني. حتى يعني احنا بنبص يعني انا فوجئت ان في اليابان الطفل بيبقى عنده فكره عن التاريخ المصري القديم. طب
احنا هنا ليه عندنا تحفظ؟ دلوقتي لا الاغرب بقى دلوقتي بقينا نلاقي انا اعرف ان الثقافه الفرنسيه مهتمه جدا في التعليم هناك من اعدادي بيعلموا الطفل احترام الحضاره المصريه والاسلاميه كمان يعني حضرتش طب ما اولى احنا اصحاب لا ده الاغرب دلوقتي بدا يظهر اجيال اللي هم العشرينات يا دكتور هنا ولادهم في العشرينات واصغر طالع ايجيبتوفوبيا ما وديسكريميشن. هو اللي بيحصل الفترة الأخيرة دي مش بسيط خالص. يعني الأول قضية بنى الهرم والسخرة ومش السخرة وطرد اليهود والكلام ده، وبعدين موضوع الأفروسنتريك يعني. هو حسن كان قاعد دلوقتي ده لطيف جدا. محترم حبوب صيدلاني قوي، صيدلاني مش واخد باله من يعني هو في حد بيبقى تحت الامبريلا وشغال عليه شغال عليه اللي هي السياسات الاعلاميه والحاجات دي. بس اصلا الاهرامات اللي اتبنت كانت قبل سيدنا ابراهيم اصلا، يعني تاريخا كده لا قبل سيدنا ابراهيم، أصل فيعني هو ما فيش حتى لسه بيقول لك اليهود. السودان ومش السودان، ما تشوفوا أهرامات السودان بتلعب دور مهم جدا في كتلة تفسير المعلومه بيضحكوا حتى لو علينا. بالخطأ. عيشة كاملة. بالظبط. هو الموضوع اللي بنتكلم فيه ده اللي هو غسيل الادمغه وتزييف الوعي عندك الميديا هنا دلوقتي بقت سريعه جدا يعني. ده بقى الموضوع بقى مدروس نفسيا واجتماعيا وهم بيشتغلوا عليه. بس لازم يتواجه. انا كان المفروض النهارده اللي جاي الندوه كانت حد الساده الدكاتره الكبار الدكتوره العوضي هي كانت عامله بحث عن في تزييف الوعي قناه الجزيره الوثائقيه برضه ماشيه بالاجنده ما هو كله ماشي بالأجندة ورصده ده وحطاه في رساله الدكتوراه بتاعتي. فاحنا في عالم شرس يعني الحل الوعي. اشتغلي على نفسك الاول، سيبك من ايوه نشتغل على نفسنا، نشتغل في ندوات، نشتغل على النت، نشتغل على النت، سوشيال ميديا وسوشيال ميديا. بصي حضرتك هم طبعا عملوا ايه؟ هم عملوا تمثيليات ديكو دراماز اللي هي بتجمع بين الدراما والدوكيومنتريز. طب هقول لك بس عشان كده بقى لازم نطلع من الندوات دي، ولسه كنا بنتكلم في الموضوع وانا اتعلمت حاجه نطلع بيها بحاجه. نشتغل على نفسنا الاول وبعدين الدايره الاوسع وبعدين الدايره الاوسع. هم شطار جدا جدا وبيعملوا. اقول لك على حاجه، هو كان في هل يعني من ضمن الاسئله يعني هل الملك المصري كان عنده وعي بالهويه والكذا ولا اعتقد ان هو كان ماشي في سكته. بس هو لا هو هو ماشي في سكته، هو مش بينظر، هو بيعمل اللي هو اتعلم انه صح وان اللي شايف ان هو مظبوط وماشي. بعد كده بقى احنا ننظر بقى ونبص من بره ومن بعيد ونفوكس ونقرب ونعمل زوم ان وزوم اوت. هو انا شايف النهارده اللي احنا هنطلع يعني اللي انا طالع نفسي بيه النهارده، انا كنت مستني السؤال بتاع باشمهندسه هاله بتاع كل مره نتكلم عن الحضاره. احنا ليه ما نعرفش الكلام ده؟ على فكره انا بسالك انا نفسي حتى متخصص وجوه الفيلد. لا هقول لك ببساطه احنا بنشتغل، هم بيشتغلوا بشكل مؤسسي متنظم، احنا متمول كمان متمول يعني متوفر. ما انت لو متنظم وعنده فكر وعنده في رؤيه اصلا. ايوه الرؤيه اهم من الاجنده يعني الرؤيه يا جماعه. طب ما هو احنا قلنا بنعيد احياء الهويه، واديكوا شايفين بنعيد احياء الهويه ازاي. انت عندك رؤيه وعندك فكر مؤسسي، لازم الاثنين يشتغلوا مع بعض. ده مش موجود. لا ده موجود لا ده موجود ولا ده موجود. طب حضرتك مين اللي وجده؟ بالوعي بيتهيألي. هو دلوقتي عندك جانب رسمي وفي جانب لا في جانب رسمي في جانب مجتمعي. الجانب المجتمعي عليه انه يقوم دور.